التدريب ده نحكي لكم قصه صغيره، قصه اسلام. اسلام شغال بياع في احد البراندات العالميه الخاصه بالملابس. اسلام قرر يغير المجال اللي بيشتغل فيه، وقرر انه يجي ويشتغل معانا في المجال اللي احنا بنشتغل فيه اللي هو مجال التريننج والكونسلتنج. اسلام لما قرر يجي يشتغل معانا كان متابعنا فتره كبيره على مجال على السوشيال ميديا، وقرر ان هو يخش النوعيه من البيع في الحته بتاعتنا. اسلام شاب مجتهد فعلا محقق نتائج كويسه في المجال بتاعه، ولما قرر يغير الكارير او يغير المجال بتاعه ما كانش واخد باله ان في فروقات كبيره جدا ما بين نوعيه البيعه اللي هو بيبيعها والبيعه اللي هو رايح لها. اسلام جاي على اساس انه بائع محترف وحد قوي يقدر يحقق تارجت ويحقق مبيعات قويه. اسلام لما جه قرر انه يخش المجال معانا، بدا يسالنا يا جماعه انتوا بتبيعوا لنا؟ بنبيع كورسات وبنبيع استشارات في مجال المبيعات، وطبيعه البيعه بتاعتنا بتمشي بالشكل الفلاني. يلا يا عم اسلام ابدا اشتغل وابدا اتحرك. اسلام قعد تقريبا 48 ساعه واول يومين ليه معانا مش عارف يبدا منين. وكانت المشكله هنا ان اسلام جاي من نمط بيعي مختلف عن النمط البيعي اللي احنا شغالين فيه. طيب بص يا اسلام، عشان تبدا تشتغل معانا لازم تفهم ايه البروسيس اللي احنا بنتحرك فيها. كانت البروسيس ببساطه انك بتعمل مكالمه، او بمعنى اصح احنا بنوفر لك الليدز او الداتا، وانت بتعمل مكالمه بتحدد ميتنج، بنروح نعمل برزنتيشن او بنتشيك النيد مع العميل ونعمل برزنتيشن عن شغلنا، وبعد كده نبعت الاوفر، نفولو الاوفر، نضمن الديل، ثم بعد ذلك بننفذ التريننج بتاعنا. الموضوع سهل وبسيط جدا، ولكن عشان اسلام مش متمرس عليه وجد صعوبه كبيره جدا، على الرغم من ان اسلام كان متخيل ان هو شخص بياع محترف وشخص قوي في العمليه البيعيه. كانت اول خطوه بالنسبه لاسلام ان هو يبدا يعمل مكالمات، وهنا الاختلاف حصل ما بين ان اسلام كان شغال في نوعيه بيعيه مختلفه عن النوعيه اللي هيشتغل فيها من جديد معانا. النوعيه اللي اسلام كان شغال فيها انه بيخش له العميل بيبدا يسال على حاجه معينه، واسلام بعد كده بيبدا يفرجه على المنتجات اللي موجوده وعلى الحاجات اللي معروضه عنده في الستور اللي هو فيه. احنا الموضوع معانا مختلف تماما، او في مجالات تانية كمان. الموضوع الجديد اللي كان على اسلام ان اسلام هيبدا هو اللي يخبط على باب العميل، مش العميل هو اللي هيخبط على باب اسلام. اسلام وجد صعوبه كبيره جدا في انه يبدا يعمل مكالمات ويتواصل مع العملاء، لانه كان متخيل انه هيستخدم المهارات البيعيه اللي هو كان متقنها او كان بيمارسها في عمله السابق في العمل الجديد. وهنا المشكله اللي ظهرت مع اسلام، انه لما لقى اختلاف بين النمط البيعي اللي هو كان شغال فيه والنمط البيعي الجديد اللي هو داخل عليه، حصل عنده حاله من الاحباط. فلما جبت اسلام وبدات اتكلم معاه وضح له ايه الفرق ما بين العمليه البيعيه اللي اسلام كان شغال فيها والعمليه البيعيه اللي احنا كنا شغالين فيها، اسلام اكتشف ان النمط البيعي الجديد غير مناسب ليه بالمره، لانه مختلف عن الحاجات اللي اسلام كان بيتابعها. عشان كده في الكورس ده هنساعدك ان انت تكتشف الانماط البيعيه والمجالات البيعيه اللي ممكن تساعدك في ان انت تشوف الطريق البيعي والاحترافي ليك بشكل سليم. اتمنى ان انتم من القصه بتاعت اسلام ديت تكونوا فهمتوا المغزى الحقيقي. المغزى الحقيقي اللي احنا قاصدين فيه ان مش اي حد يعرف يبيع اي حاجه، ومش اي حد ينفع يشتغل في اي مجال. لازم تكتشف المجال اللي مناسب ليك، وتكتشف المجال البيعي اللي انت ممكن تحقق فيه نتائج كويسه وتكبر فيه. عشان كده لما تكون هتخش اي مجال بيعي لازم تعرف طبيعه المجال والبروسيس اللي المجال بيشتغل فيها والتارجت سيجمنت اللي انت هتشتغل عليه. كل الحاجات دي هنبدا نفصلها لكم في التدريب.